مش لازم تبدأ في شهر 8 علشان تنجح وتجيب مجموع، واللي قالك غير كده كان بيبص لنفسه مش ليك. السؤال الحقيقي هنا اللي هسأله لك مش بدأت امتى، هتبدأ ازاي؟ في ناس بدأت بدري وتعبت في النص، في ناس بدأت متأخر ولحق. احنا دلوقتي في شهر 4، يعني في المراجعات النهائية. ناس كتيرة هتقولك خلاص، بس الحقيقة لا، انت مش متأخر علشان الوقت خلص، انت ممكن تبقى متأخر عشان مش عارف تبدأ صح. اللي بيبدأ متأخر طبيعي يبقى عنده خوف انه مش هيلحق، خوف انه ضيع كتير فيحاول يعمل كل حاجة مرة واحدة فيضيع. بس لو جينا للصح، انه الشخص ده انه يهدى، يركز، يمشي جزء جزء. في معنى جميل جدا، يعني ان ربنا مش بيحاسبك على امتى بدأت. انا كنت مقصر، انا ضيعت وقت، ايوه، طب وبعدين هتعمل ايه؟ بص يا عم الناضج، يعني انا عايز اقول لك حاجه، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي جاي لو اتعمل صح ده كفايه، عايز تاني. طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كل اللي محتاجه منك دلوقتي انك تركز، مش تجري، مفيش توتر، تركز. محاضرتين في اليوم او 3 محاضرات بالكتير كفايه، بس بشرط تفهم، لو في حفظ تحفظ، تطبق. طيب تاخد سنتر المراجعات النهائية ولا اونلاين؟ هقولك، بس لو لسه ما عملتليش فولو اعمل لي فولو دلوقتي، بفكرك بس عشان والله العظيم هتستفاد كتير. والله. نيجي بقى البوينت الاهم، لو انت ماشي انك تاخد اونلاين او سنتر، لو انت ماشي يعني من الاول صح وحالل كويس ومقفل المنهج صح، فالسنتر انسب. ولكن لو لسه في اجزاء ملخبطه، في اجزاء انت لسه مش عارفها، في اجزاء ما فتحتهاش، مثلا الدي ان اي ار ان اي في البيولوجي او الاحياء يعني، ما فتحتهاش، فالاونلاين انسب ليك. نيجي بقى من وجهه نظري انا، سنتر احسن ولا اونلاين؟ من وجهه نظري احسن، الاونلاين احسن بكتير، لان الاونلاين فيه مميزات كتير لو انت ملتزم او لو انت متابع معايا. طيب فهمت كده لحد هنا؟ تمام. انا في كده حاجه يعني افتكرتها. الامام الشافعي قال في كتابه: بقدر الكد تكتسب المعالي. يعني ايه؟ يعني الموضوع مش وقت قد ما هو مجهود صح. الفتره دي مش محتاجه حد عبقري، محتاجه حد ماشي بنظام. ولو انت من الناس اللي حاسه نفسها انها تايهه، ممكن تحتاج حد يرتب لك يومك، يمشي معاك خطوه خطوه، يفوقك لو وقعت. مش علشان انت ضعيف، لا، علشان فترة المراجعة دي انت يعني محتاج تركز فيها قوي، وانك خارج صح. ويا سلام لو في حد معاك انت يعني هو فاهم او مشي الطريق قبلك. وعلشان كده انا بتابع مع طلاب، سواء في ثانوية عامة، سواء في اي جي، سواء في امريكان. وفي فترة المراجعة دي مهمة جدا جدا جدا. خليني اقول لك المتابعة دي ايه بوضوح. المتابعة دي مش مجرد حد يقولك ذاكر وخلاص، المتابعة انك تبقى ماشي نظام واضح. انا لما بتابع معاك، واعوذ بالله من كلمة انا، بتابع معاك يوميا. لو في حاجة واقفة معاك بنلمها، ولو تايه بوضح لك الطريق، بقول لك تعمل ايه، تسمع ايه، ما تعملش ايه، تحل كام كتاب، طب تعمل ايه في اللي جاي. مش بسيبك تفكر لوحدك علشان ما تضيعش وقت في الحيرة، لان الوقت اللي بتضيعه في الحيرة ووقت اللي بتضيعه في التوهة والتشتت انت تقدر يعني، انا بخليك انك تكسبه في المذاكرة، علشان انا عارف انا بعمل ايه كويس. انا مشيت الطريق ده قبلك، فانا شايف الموضوع بزوم غيرك انت خالص، وانا قلت الكلام ده قبل كده. انا عايزك تفهم حاجة مهمة، ان فترة المراجعات النهائية دي فترة ما فيهاش هزار. يعني لا تصعد لا تهبط، وانت اختار، من شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. وممكن كمان تضيع حتى لو انت كنت ماشي في الاول كويس. الموضوع ان انت دلوقتي كل يوم بيفرق معاك، كل جزء بتفهمه بيقربك، وكل يوم بتضيعه بيبعدك. ولو في اي سؤال او اي مشكلة او اي شيء مش واضح او مش فاهمه، انا معاك بعد ربنا طبعا. يعني مش بسيبك تفكر لوحدك، مش بسيبك تبقى لوحدك. وكل الفكرة اللي انا عايز اوصلها لك اني مش بسيبك تمشي بعشوائية، كل حاجة بهدوء وبنظام وبثبات وبس. وما تنساش يا عم الناضج ان دكتور حسن هيفضل مقتنع بيك للأبد. بس سلام عليكم.